kibi ki ekiyinza okuviirako abasiraamu okuzimba omuzikiti omulala nga baawukana ku gwasookawo? Kintu ki abantu kye bayinza okukola mu muzikiti ne kituviira nga tubaawukanako ne tuzimba omuzikiti omulala? فلا بد أولا أن ننظر إلى هذه القاعدة العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإسلام يجمع ولا يفرق، لدرجة أن الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة ذكر في عقيدته أن من عقيدتنا الصلاة خلف كل بر وفاجر. لماذا هذا؟ لأن لو كل إنسان لا يعجبه ذلك المسجد يذهب فيبني آخر، وهذا لا يعجبه فيبني آخر، يتفرق الناس شيعا وأحزابا. إذا كان في المسجد خطأ عند الإمام خطأ يتعاون أهل المسجد على أن يحلوا ذلك الإشكال، لا أن يتفرقوا أو أن يبدع بعضهم بعضا، لأننا كلنا في دائرة أهل السنة. أما إذا كان هذا مسجد للشيعة أحمدية قديانية الخوارج الذين يكفرون الناس، أقول لك لا تصلي في هذا المسجد، لأن هذا مسجد علت عليه البدعة واستشرفت. أما وإن كان المسجد للمسلمين لأهل السنة، ولكن قد يختلفون مع بعضهم في أشياء بسيطة جدا. يقول الإنسان هذا مسجد لأهل البدع لا نصلي فيه. من أخبرك بهذا؟ هذا يؤدي إلى تفريق وتمزيق وحدة المسلمين. فليس لأن المسجد فيه خطأ من وجهة نظرك، وربما أصلا هذا الخطأ ليس بخطأ، أنت تعتقد أنه خطأ وتعتقد أنه بدعة، وربما هو ليس بدعة. فأقول الأصل أن نجمع بين الناس. الحجاج بن يوسف الثقفي كان يصلي بالناس، وتعلمون من كان يصلي بالناس؟ وكان فيهم كبار التابعين كالحسن البصري رحمه الله وغيره، وسعيد بن جبير وغيرهم. كان يصلي بهم الجمعة حتى يقترب العصر من الدخول. yasazanga abantu n'abawanvuya ng'aswebe n'atira kutuuka nga baswaba mwebali si kirungi mu ddiini okuwanvuya nnyo abantu naye nga tebalina kyakukola. ومع ذلك naye كانوا يصلون خلفهم. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي في مسجد وكان الإمام يخطئ بهم كثيرا، بل كانوا يقولون أنه ممن يشرب الخمر، حتى صلى بهم الفجر يوما 3 ركعات أو 4 ركعات. فلما سلم قال يا أبا عبد الرحمن لابن مسعود هل أزيدكم؟ قال والله أنت منذ اليوم في زيادة، دائما تزيد في الصلاة. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله ومن عقيدتنا الصلاة خلف كل بر وفاجر. إذا كان في استطاعتك أن تقول هذا لا يصلي بنا، وأهل المسجد يتعاونون على ذلك، هذا شيء حسن.
أما إذا كان الأمر يؤدي إلى فتنة كبيرة وتفريق بين المسلمين لا نفعل هذا أبدا، بل نحافظ على وحدتنا. والله سبحانه وتعالى يقضي من أمره ما يشاء. الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم. الله يسينغا وكمانيا.